وادي الشيء عمرك سألت نفسك سؤال، انت ليه تيجي تصحى بعد الفجر ولكن تبدأ مذاكرة على الساعة 8 او على الساعة 9؟ لسبب بسيط جدا انت مش واخد بالك منه، يلا نتكلم عنه. من الحاجات اللي هتساعدك على الإنتاجية إن أنت تكون صاحي من النوم أو نايم قبل ما تنام، عامل ليك جدول عشان لما تصحى من النوم مش ياخد الوقت، مش يسرقك في اللي انت لسه هتبدأ ترتب الأحداث اللي انت هتعملها أو انت هتبدأ في ايه وبعدين هتنتج إلى ايه. لا، تبقى مرتب كل حاجة قبل ما تنام. فالبرنامج اللي هيساعدك كده، سواء انت عندك لابتوب أو أندرويد، في برامج برضه هتساعدك تعمل الحاجة دي. برنامج على البراوزر اللي هو ستيكي نوت من افضل البرامج اللي انا استخدمتها خلال فتره الامتحانات اللي فاتت. كانت مضغوط، كان كل يوم امتحان، فكنت مشتت. انا هقوم اعمل ايه؟ كنت برتب فيه الاحداث. هنرتبها ازاي؟ هنرتبها مع بعض دلوقتي، بحيث ان انت تفتح برنامج زي كده وتعمل انا عايز اضيف ستيكي نوت. تمام؟ بيضيف لك ستيكي نوت في الجانب كده. تمام؟ لما بيضيفها لك في الجانب انت بتقدر تكتب فيها انت عايز ايه. تعمل نقطه زي كده مثلا، ممكن تضيف بيكتشر. تمام؟ صوره، انت عايز تضيف اي صوره انت نفسك فيها، ممكن تضيف بيكتشر وتكتب مثلا والله انا هعمل كذا. تمام؟ وتكتب زي كده. انت مثلا انت خلصت المهمه دي، ممكن تروح عامل عليها خط زي كده. تمام؟ راح انت جاي من هنا كده وعامل عليها خط هنا، بحيث ان انت خلاص انا خلصت المهمه دي، التغت، ادخل على اللي بعديها. تمام؟ وهكذا. انت مثلا عايز تخلي الخط ده عريض عشان ابقى بركز عليه اكتر، او عينيا تركز تبقى فوكس عليه اكتر، بحيث ان ابدا بيها اول حاجه، ممكن تضخم الخط بتاعها كده من هنا شويه. تمام؟ فعندك كل الاوبشن اللي انت تقدر تعملها. فهيجي من هنا، وممكن من هنا تروح عامل ستيك نوت. تمام؟ وتروح فاصل من هنا دي وهدانها ظهرها لك دي ادانها ظاهرة كده معاك على طول ما انت فاتح اللاب، ظاهرة قدامك. طب انت مثلا انك ظهر خلصت، انا كتبت المهام بتاعتي وقفلت. تمام؟ وقفلت السكنوت وقفلت اللاب. طب جس تاني يوم الصبح اصحى فلقيت قدامي عشان اشوف السكنوت، اروح متك عليها كده، مثبتها في التاسك بار، هلاقي المهام اللي انا كتبتها امبارح لحالها موجوده زي ما هي وبالترتيب وكل حاجه. فده خلاص بيشيل من عندك الوقت اللي انت لسه هترتب انت هتعمل ايه، وبيساعدك جدا ان انت تبدا يومك صح، و10/10 من غير اي وقت يضيع منك. فلو عجبك الفيديو مش تنسى تشترك في القناه، والسلام عليكم.